ما هو صبر سيدنا أيوب عليه السلام؟ أيوب عليه السلام أتاه الله 7 من البنين ومثلهم من البنات، وأتاه الله المال والأصحاب ليكون اختبار له وللناس، فخسر تجارته وكل أولاده، ومرض مرضا شديدا، ونفر منه الناس ورموه خارج المدينة خوفا من المرض، ولم يبقى معه إلا زوجته تخدمه لدرجة أنها تعمل عند الناس. واستمر أيوب في البلاء 18 عاما صابرا لا يشتكي حتى لزوجته. ولما وصل بهم الحال قالت زوجته: الأنبياء دعاؤهم مستجاب، لو دعيت الله ليفرج عنك. قال لها: كم لبثنا في الرخاء؟ قالت: 80 سنة. فقال لها: استحي من الله، لأني ما لبثت المدة التي لبثت بها في رخائي. بعد مدة خاف الناس أن تنقل زوجته العدوى، فلم تجد من تعمل عنده، فقصت شعرها وباعت ضفيرة للعيش. فسألها: من أين لك هذا؟ فلم تجبه، وباعت الضفائر الباقية. فسألها بإلحاح، فكشفت عن رأسها فنادى: أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فجاء الأمر من بيده الأمر أن يغتسل في الماء، فقام صحيحا ورجعت له صحته، فجاء لزوجته ولم تعرفه، فقالت: هل رأيت مريضا هنا؟ فوالله لم أرى رجلا أشبه به إلا أنت عندما كان صحيحا. فقال: ألم تتعرفي علي؟ أنا أيوب. يقول ابن عباس: لم يكرمه الله فقط، بل أكرم زوجته، فأرجعها الله شابة، وأنجبت لأيوب 26 ولدا غير البنات. فكلما فاض حملك تذكر صبر أيوب، واعلم أنه قطرة من بحر بلائه.